السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. الصبلي وتحدي، تحدي والله تحدي. بصوا ما شاء الله لا قوة الا بالله، رهيب من ناحية التزيين والقطمة بتاعته ومكوناته حلوة قوي بصراحة. تعالوا بقى ايه هم 3 مكونات مفيش غيرهم: زبدة، سكر، دقيق. اوعي تحطي بيكنج باودر، طبعا رشة الملح العادية اللي هي إيه بتظبط الطعم. الزبدة دي قد ايه؟ الزبدة دي 700 جرام، 700 جرام زبدة. والسكر يا نونا، السكر 300 جرام. يعني بصي بالمج العادي كده تبقى السكر كوباية ونص، و700 جرام بتبقى 3 كوبايات ونص. كويس. والدقيق كيلو الا ربع. طبعا بتاخدي السمنه والسكر، الزبده والسكر كده فين؟ في العجان. طب ما عندكيش عجان مضرب بيت، طب ما عندكيش مضرب بيت بايديكي بقى، يا اديك الصحه والعافيه، لغايه ما لون السمنه يغير كده وتبقى كريمي. إيه انا بقى بنزل، يعني بنزل اللي هو في الحواف في حوالين الكان، ورحت حاطه دي كله مره واحده. ما تقلقيش، حطي كله مره واحده مع رز ذره ملح. اوعي تحطي بيكنج باودر، الصابليه ما تحطولوش بيكنج باودر زي البيتي فور كده، ما تحطولوش بيكنج باودر برده. ومش هنعجن، احنا يا دوبك هنخلي الدقيق يلف مع الزبده والسكر بس. اوعي تعجني، ما بتعجنش، يا دوبك بصوا اهو الدقيق يلف وهيديني عجينه متماسكه. خدي بالك العجينه لو لقيتيها بتلزق ما تخافيش منها. طب بتلزق يا نونا وانا مش عارفه اشتغل بيها اهي، بصي. طيب دخلات تلاجة 5 دقايق، لكن ما تحطيش دقيق تاني، هي بياخد كيلو الا ربع دقيق بالظبط. طب انت عايزاه ناشف شويه حطي معلقتين، لو عايزاه ناشف خلاص. انا بقى هنا ايه، هبتدي افرد واعمل الاشكال بتاعتي. طب لقيتيه بيلزق بيلزق مني يا نون على المفرش السيليكون او على الرخامه بتاعتي، حطي رشه دقيق بسيطه. يعني هو الصبلي كده اهو. دي اشكال الصبلي، بصوا ده السماكه بتاعتها. احنا لا عايزينه تخين ولا عايزينه رفيع. اي اشكال بقى عندك، اي تقطيع. ده شكل الصبلي المشهور اللي هو شكل الطاوله، اي تقطيع اي حاجه، اي منظر، اي قطعات كتير جدا بتاعت الصبلي. اه بصوا انا رشه بس دي بسيطه جدا. ما عندكيش مفرش سيليكون، كيس تحت وكيس فوق، كيس تلاجة افتحيه، كيس تحت وكيس فوق. اهو هنعمل القلب. بس خدي بالك وانت بتعملي الصبليه، يعني هتقطعي مثلا بالقلب مثلا 12، اوعي تقطعي 13 لان احنا هنرجع نلزقه مع بعض، فلازم تكوني بتقطعي التقطيع اتنينات مع بعض. فاهمين؟ يعني اتنينات مع بعض عشان لما يتلزقوا ما يبقاش في واحده من غير تلزيق. هنعمل شكل النجمه كمان، بصوا حلوه قوي. اشكال في منتهى الجمال. الاشكال دي القطعات دي كلها رخيصه جدا على فكره. القطعه انا ما اعرفش سعرها دلوقتي كام، بس انا كنت جايبه القطعه ب5 جنيه. انا ما بعرف، بس ما اعتقدش انها غليت تاني. وده الميني طرد دي الواحده بجنيه، يعني في اي حته الواحده من دي بجنيه. اهو هنحط كده ونفردها كده كويس قوي فيها، ونشيل الحواف الزياده. وبالشوكه. هتقولي لي هينفخ ازاي؟ اقول لك ما هو ينفخ، ما هو دقيق وزبده فهينفخ عادي اهو. فعشان ما ايه لازم نخرمها كده عشان ما تنفخش مننا. بس شكرا. ونحطيهم بقى في الصاج. بيتخبز ازاي؟ اهو بصوا بيتخبز ازاي. على الرفل في الوسط درجه حراره 180 بس، يا دوبك بصي ياخد اللون ده من تحت. خد منك اللون من فوق عادي مفيش مشكله، بس هو اللون يا دوبك عشان ما هي بصي دي هي خبطه واحده بس وتلاقيها نزلت. بس خبطه واحده وهي سخنه، ما تستنيش لما تبرد عشان الزبده تبقى ايه تزحلق الميني تارت. وارد بقى واحده تتكسر منك عادي، يعني وارد بصراحه. اهي اتكسرت من ايدي بس بعد ما انا نزلتها عشان سخنه. اتاكلت يعني مش هتروح بعيد يعني. بس انا بقى المره دي عملت الصابليه وهربت من احفادي فما شافونيش. انا بقى هنا بسيح الشوكولاته. وهحط كده في الميني تارت الاول شوكولاته، واجي الزق بقى بالشوكولاته. بصوا بقى هو ممكن تلزقي بالمربى، بس المربى هنا فيه عيب. المربى بتطريه، يعني المربى غير الشوكولاته. الشوكولاته بتخليه ناشف زي الجاهز بالظبط، محجر من بره ومن جوه، يعني بتقطمي فيه. انما الشوكولاته انما المربى بتطريه.
لكن براحتك يعني، لو انت عامله كميه قليله عادي. فانا كان عندي حبه الجعين الجمل دول مخبيهم من العيال، او النبي مخبيهم من احفادي، فقلت اشيلهم بقى كده. خبيتهم منهم للايه، ده شكل الهلال. خبيتهم منهم للصبليه يعني. وكان للكحكه ما حطينا شويه على الكحكه اهو. بصوا ادي القلب اهو، وهنمشي كده وهكذا بقى. ده عندي دي نوتيلا، انا احفادي بيموتوا في النوتيلا البيضه، فهي دي نوتيلا، فانا رحت عاملاها كده بالقمع نوتيلا بيضه بس كده. في بقى مربى حليب في الحاجات دي، والله مش بيحبوني يعني. احنا يعني النوتيلا ماشي، الشوكولاته ماشي، غير كده لا. وبرضه هحط فيها ايه، عين جمل. سهل وبسيط جدا على فكره والله. الصابليه مش حاجه مضلعه يعني. انا دلوقتي حاليا على النار حتى شوكولاته سايحه، بصوا شوكولاته خام على كنت حطاها كده على بخار ميه. وايه ليه انا حطاها في المونيا؟ عشان دايما احطها على بخار الميه لانها بتجمد بسرعه. مجرد ما تعملي كده، بص انا بغطسها كلها. انت بقى مش عايزه تغطسيها كلها، او ممكن عادي ما تغطسيهاش كلها، حطي كده بالوش وطلعي. عايزه تغطسيه كله زي الجاهز ماشي. وفي والله اماكن كتير بتجيبيه جاهز بصوا السبرينكل، في اماكن كتير جاهزه بتغطس الوش بس. فعادي عايزه تغطسيه كله غطسيه، عايزه تغطسيه بالوش الوش بس براحتك اهو. على شوكتين كده عشان يصفي ايه، وكيس بلاستيك وحطي. انت بقى في ساعتها كده ممكن شويه اللي تعمليهم دخليهم التلاجة، شويه تعمليهم كده اهو. بصوا بقى القلب ده كده اهو، عملته نصين. هستنى بس لما يجمد شويه وهاخده اعمل النص التاني بني. واخدين بالكم؟ لازم كده. امال ايه اهو. بصوا دي اللي هي شكل الوردة برضو، خدتها نصين كده، واعمل النص التاني ايه بني. يعني التسويده بيرجع حاجة لذوقك يعني. بس احنا بصراحة بنحب الصابليه، مع ان انا عاملة بيتي فور، بس انا ولادي بيعشقوا الصابليه بيعشقوه. انا ساعات بعمله كده من غير رمضان اعمله لهم اهو. بصوا دي شوكولاتة الشيبسي العادية جدا. بصوا خدتها كده قلت اعملها على حرف القلب. بصوا الشوكولاتة الشيبسي كده حطيناها على حرف الايه القلب كده، يعني على الحرف كده. ونعمل بقى الناحية التانية بني. بصوا بقى ما شاء الله، بصوا الجمال، بصوا الجمال، بصوا الجمال، ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا بصوا تحفه بصراحه، حلو قوي 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 قوي. اعملي مش هتندمي. بصوا كل الاشكال عامله ازاي. بصوا محطوط بقى في التلاجة نشف. التلاجة نشفته وبقى جميل جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله، حلو قوي. شويه بقى سبرينكل، شويه اللي هو فستق حلبي، او اللي هو الفستق الكداب، وبعدين عملنا خطوط كده يعني. دي حاجات بترجع لذوق. انا ما رضيتش اطول عليكم في الفيديو. بصوا لما عملنا القلب نصين، بصوا محطوط في التلاجة كان لازق في بعض اهو. بصوا بقى انا بشيل الحروف الزياده دي بقى لما بنيجي نقدمه ونحطه في العلبه وكده يعني. بصوا الجمال، دي اقل الامكانيات يعني. زوقي باقل الامكانيات، مش لازم يعني واو بندق وفستق ولوز والكلام ده كله، لا مش لازم. على قد امكانياتك اشتغلي. اوعي تنسي تحطي لايك، ولو انت مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي زر الجرس عشان توصلك كل جديد من اختراعات مع منون. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم، عيد سعيد عليكم، ان شاء الله يخش عليكم بالبهجه والفرح.